ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير واحسن حال. وحشني جدا جدا من الفيديو اللي فات. موعدنا النهارده كده مع فيديو جديد، وهيكون فيديو مشتريات الاسبوع. انا اسفه جدا ان انا اتاخرت عليكم في تنزيل فيديو مشتريات الاسبوع دوت. بصراحه انا نزلت يوم السبت في ميعادي، بس للاسف انا آم، كنت تعبانه جدا في اليوم ده، فما عرفتش خالص ان انا اسجل صوتي على الفيديو وانزله لكم. فالحمد لله تاني يوم اهوت النهارده الحد قلت بقى اسجله علشان الحق ان انا انزله لكم وتستفادوا من الاسعار زي ما تعودتوا معايا. كل اسبوع بننزل فيديو المشتريات واقول لكم على الاسعار عشان تاخدي خلفيه لو انت الاسعار عندك نفس عندي. فتكوني نازله وعارفه انت عايزه تجيبي ايه بالاسعار ايه. خلاص، ما تنسوش بقى تحطوا لايك ودعوه حلوه، كمان كومنت جميل زيكم كده تحت في التعليقات على الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش يعني عليا بالدعوه الحلوه. اسفه ان انا ما بنزلش فيديوهات الفتره دي لاني مضغوطه جدا جدا. وبصراحه يعني الفتره دي محبطه قوي من التصوير، مش عايزه اصور خالص. فهي فتره كسل كده بتجيلي كل فتره، ويا رب بس يعديها على خير وارجع تاني بنشاطي. بصوا، اول حاجه كده انا جبت البطاطس دي. عايزه اقول لكم ان البطاطس دي ب 18 جنيه، نفس سعر الاسبوع اللي فات. انا بصراحه دول طلعوا ب20 جنيه، يعني طلعوا ازيد من كيلو، حاجات بسيطه فقفلوا ال20 جنيه. طبعا انا منقيها حجمها صغير شويه. عايزه اقول لكم المره اللي فاتت في 2 طلعوا بايظين من جوه كده، منقطه نقط بني كده غريبه، فاضطريت ان انا ارميها. يعني كمان غاليه، وكمان مش سليمه من جوه، بالرغم ان هي من بره ما كانش فيها حاجه. فربنا يستر ودي كمان تطلع كويسه، ما تطلعش بايظه من جوه. تاني حاجة جبتها هي الطماطم. عايزة اقول لكم ان الطماطم سعرها يعني في ناس بتبيعها ب8 جنيه وفي ناس بتبيعها ب10. بس انا بصراحة جبت اللي هي ام 10 لاني لقيتها افضل شوية. بس انت لو عايزة تجيبي وتعملي صلصة فانت ممكن تجيبي ام 8 حلوة برضو مش وحشة. بس انا بحب ان انا اجيبها حمرا وتكون ناشفة عشان تستحمل انها تقعد معايا في التلاجة. انا الحمد لله عندي طماطم متفرزة في الفريزر، هي مش كتير، بس انا لما بكون عندي طماطم قديمة ببدأ ان انا اخدها واخد الطري من الطماطم اللي انا لسه جايباها واعملها صلصة. تطلع بقى علبتين، تطلع 3، تطلع 4، حسب ما تطلع. بينفعوني يعني بصراحة طول الاسبوع. خلاص، فانا جبت الطماطم دي كانت ب10، انا جبت كيلو ونص ب15 جنيه. تاني حاجة معايا هي البصل برضو سعره زي ما هو كل اسبوع ب25 جنيه، فانا جبت كيلو واحد بس. حبيت ان انا اجيب احجام وسط على صغيرة، ما فيهاش كبير خالص، عشان يعني انا مش محتاجة الكبير الاسبوع ده في حاجة. مش هفرز قصدي يعني في الفريزر منه، فقلت هجيبه كده صغير على وسط. ده كيلو كام؟ ب25 جنيه. الحاجة اللي بعد كده اللي جبتها، انا جبت الخيار. بصوا، اصلا كل واحد بتاع خضار دلوقتي يحط لك كذا صنف كده في الشنطه، فعشان كده بطلع لكم حاجه حاجه عشان تعرفوا معايا الاسعار بالتفصيل. بصوا، انا جبت الخيار ده كام؟ ب10 جنيه. انا جبت منه نص كيلو ب5 جنيه، وفي ناس على فكره بتبيع الخيار ده ب12 جنيه. بس انا جبت ده ب10، جبت نص كيلو بس ب5 جنيه. الحاجة اللي بعد كده جبت الفلفل الرومي ده على الفلفل الحار، انا جبت ربع كيلو بس. الكيلو منه ب16. يعني الربع منه ب4 جنيه. فانا جبت ربع بس بصراحة، ومحبة طبعا مش كتار. بس انا قلت همشي نفسي بيهم، لان بصراحة انا جيت ابص، انا بصوا يعني الميزانية معايا الشهر ده مخرمة خالص. صرفت فلوس كتير الفترة ديت. فعايزة اقول لكم ان انا نازلة السوق اصلا بكام؟ ب260 جنيه. اه، ب260 جنيه. الحاجات دي كلها متكلفة معايا 259 جنيه بالظبط، راجعة او 58، راجعة ب2 جنيه. حق حزمة الجرجير ما جبتهاش. جبت كمان نص كيلو من البتنجان الرو اللي هو المخلل ده، عشان عايزة اعمله مخلل. النص كيلو كان عامل 5 جنيه، الكيلو منه ب10 جنيه. فانا كنت طبعا زي ما قلت لكم نازله ب260 جنيه، يعني يعتبر قليل مش كتير. فحاولت على قد ما اقدر ان انا اجيب كل اللي انا عايزاه في حدود الميزانيه دي.
بصوا كمان جبت الفاصوليا دي، انا كنت عايزه صنف طبيخ الاسبوع ده عشان خاطر احطه في المنيو. فبصراحه جبت الفاصوليا دي، بقالي كتير ما جبتهاش، بالرغم ان اولادي لو عرفوا هيزعلوا لاني مش بيحبوها. بس انا بحبها، فقلت كده اجيبها وياكلوها غصب عنهم بقى وخلاص. دي كانت ب15 جنيه، كان بيقولي ب20، وبعد كده جيت عشان امشي راح قالي لا طب خديها ب15. فالمهم وزني الحبه دول، انا قلت له انا عايزه ب10 جنيه بس، فدول كده ب10 جنيه. كنت اصلا عايزه اجيب باميه بدل الفاصوليا، بس بصراحه ايه لقيت الباميه ب25 جنيه. فانا قلت لا خلاص خلينا ايه في الفاصوليا. جبت كمان البتنجان الرومي ده، ده اخر حاجه انا جبتها وانا مروحه. قال لي الكيلو ونص ب10، فانا جبت كيلو الا ربع ب5 جنيه. قطعوا معايا التلاتة دول. اعملهم بقى بابا غنوج في يوم جنب الاكل، او اعملهم صينيه مسقعه برضو هتبقى حلوه جدا. وان شاء الله باذن الله لو كتبت لكم المنيو قولوا لي تحت عايزين المنيو بتاع الاسبوع ولا لا، لو كده اكتبوا وصوروا واقول لكم انا هعمل ايه طول الاسبوع. خلاص. جبت كمان الفلفل الالوان ده كيلو منه ب30 جنيه. انا قلت له كده وزن الاتنين دول، قطعوا معايا 6 جنيه، هم حجمهم مش كبير يعني، مش كبير ولا صغير، حجمهم وسط. فانا بجيب كده اتنين واقول له خد وزنهم، طلعوا ب6 جنيه. حلوين بصراحة، بحطهم كده في اللانش بوكس مع سندوتشات بتاعت اولادي، بيبقى حلو، هما كمان بيحبوا اوي الفلفل الالوان ده. هنيجي بقى للفاكهة. انا الفاكهة انا جبت منها صنفين. جبت الجوافة دي، الجوافة دي كانت عاملة كام ب12 جنيه، فانا جبت كيلو وربع ب15. انا بصراحة اللي نقيتها. ما شاء الله حلوه وماسكه نفسها. وعايزه اقول لكم ان انا اتعودت مؤخرا كل ما اجيب صنف فاكهه لو ينفع ان انا افرز منه بشيل منه كيس، لان انا ببقى جايبه صنفين فاكهه. فلما اشيل كيس من الفاكهه اللي انا هفرزها مش بتاثر معايا في حاجه، وفي نفس الوقت بكون شلت منها كيس وحطيته كده في الفريزر، ينفعني بقى في رمضان، ينفعني لو حد جالي يكون عندي عصاير في الفريزر لوقت الطوارئ. خلاص. جبت كمان الصنف التاني هو البرتقان. البرتقان الكيلو منه ب15 جنيه، انا جبت 2 كيلو ب30 جنيه. بصراحة الراجل بيقولي ان هو مسكر، بس انا لسه ما جربتهوش. فلما تيجي تنقي هاتي اللي هي قشرتها تكون ناعمة ما تكونش خشنة. هو ما شاء الله البرتقان تقيل وبيوزن. بس انا جبت بصراحة الحجم اللي هو الوسط ده. لقيته كمان حطلي البلحتين دول في الاخر، مش عارفة ليه. خلاص. فبصوا ما شاء الله جبت 2 كيلو، قطعوا معايا 30 جنيه، يعني كده الفاكهة بتاعت الاسبوع ديت قطع معايا 45 جنيه. حلو جدا جدا. وزي ما قلت لكم انا شلت بقى كيس جوافة في الفريزر، يبقى عندي البرتقال وعندي نص كمية الجوافة، فحلوة قوي. ده كده كان بالنسبة لصنفين الفاكهة. رحت بقى السوبر ماركت. عايزه اقول لكم ان انا يعني انا دايما متعوده بجيب مثلا يكفيني في الاسبوع 2 كيلو من اللبن. بس المره دي بقى ايه، انا كان لسه عندي كيسين في التلاجة اللي هو لبن بخير، فقلت اجيب كيلو بقى من البلدي. ده ب22 جنيه. انا عارفه ان في لبن بيبقى اغلى من كده، بس ده تقريبا القشطه بتاعته بقى ما بتبقاش يعني حلوه، بتبقى خفيفه يعني، ما بتبقاش عامله قشطه جامده. فانا جبت كيلو بس. وجبت كمان نص كيلو لبن بخيره. بصراحة اتعودت على طعمه، ما بقتش اغيره. دوت الكيس ده ب16 جنيه. فانا كده يعتبر جبت الاسبوع دوت كيلو ونص بس من اللبن، كيلو بلدي ونص اللي هو المغلف. الكيلو ده بقى مثلا هعمل مثلا منه الاسبوع دوت مثلا رز بلبن، هعمل منه بشاميل، يعني حسب بقى المنيو اللي انا هكتبه. وقولوا لي تحت في التعليقات لو عايزين المنيو، قولوا لي تحت. خلاص. فانا كده يعتبر جبت كيلو ونص من اللبن. بالنسبة للبيض برضو سعره زي سعر الاسبوع اللي فات، الطبق الابيض ب132 جنيه. عايزه اقول لكم ان انا روحت عند نفس الراجل بس ما لقيتش بيض كتير، وكان معظمه متكسر. فبصراحة انا كان لسه عندي حوالي 5 بيضات من الاسبوع اللي فات. فبصراحة قلت المرة دي هجيب 10 بيضات بس هو طبعا حسب لي البيضة ب4 جنيه ونص. فيعتبر ال10 بيضات ب45 جنيه. طبعا غير لو هتاخدي نص طبق فبيحسبهولك بسعر الجملة. يعني مش عارفة الحركة دي رخمة قوي، يعني لو هتاخدي اقل من نص طبق بيحسبهولك البيضة ب4 جنيه ونص. نص طبق بيحسبهولك جملة.
جبت كمان الكورن فليكس ده بصراحة لابني، لان هو طلبه مني بصراحة، وهو عايزة اقول لكم ان هو مش بيحبه، بس مش عارفة ليه نفسه هفته كده عليه فجبتهوله. العلبة دي كانت عاملة 5 جنيه لان هي صغيرة. جبت كمان من عند العلاف، جبت بيه 5 جنيه فول صويا. انا بصراحة ده بستخدمه بس في عمل البرجر، وبجيبه كده مرة في الشهر مش اكتر من كده، بس بصراحة بيدي طعم للبرجر حلو جدا. جبت كمان ب5 جنيه طحينة، وعايزة اقول لكم 5 جنيه دول اصلا حاجة لا تذكر. بس انا ايه يعني قلت احسن من مفيش. كده كده مش بستخدم الطحينة كتير يعني. جبت كمان ب5 جنيه زيتون اللي هو الاسود المخلي دوت، لاني كنت في اليوم ده هعمل فيه بيتزا. فكنت محتاجة زيتون. وكمان جبت ب5 جنيه مخلل مشكل، زي ما اتعودتوا معايا كل اسبوع بجيب ب5 جنيه بس ما بكترش منه بصراحة. هو برضو ينفع، بس انا كده كده هعمل ايه، هعمل اللي هو البتنجان اللي هو المخلل ده واحطه في التلاجة، ينفعني في اي يوم. معلش بقى على صوتي لو تعبان شويه، لان انت لي اصلا دور برد، فعايزه اقول لكم ان انا يعني تعبانه، الحمد لله، ادعولي بقى بالشفاء. بصوا كمان كان عندي الاكياس التلاجة ناقصه، يعني مش يعني خلصت من عندي. اللي هو الحجم اللي هو بياخد نص كيلو من اللبن، والحجم اللي هو بياخد كيلو من اللبن. فطبعا اقل حاجه هتاخديها ب5 جنيه، فانا جبت ب5 جنيه من ده و5 جنيه من ده. الحاجات البسيطة دي انا بجيبها من فلوس الاسبوع، مش من ضمن مشتريات اول الشهر. عشان كده دايما بقول لكم ان لازم بخصص جزء من مصروف الاسبوع للبقالة وللمنظفات، علشان خاطر لو احتجت حاجة، ولو اتبقى جزء اجيب منه صنف اللحوم بجيب، ما اتبقاش خلاص. طبعا بما اني انا نازله ب260 جنيه بس، فطبعا ما جبتش اي صنف من اللحوم. ودي كده يعتبر الحاجات اللي انا جبتها والمشتريات الاسبوعيه. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش بقى ليا بالشفا والدعوه الحلوه. اشوفكم على خير، مع السلامه.